تخيل معايا اللحظة دي انت داخل أوضتك والضلمة حواليك وصباعك بيتمد على زرار النور. قبل ما إيدك توصل للزرار في شحنة كهربائية ماشية في رحلة طويلة، قطعت مئات الكيلومترات، عدت على محطات ومحولات مختلفة عشان توصل لك في اللحظة دي بالضبط. يلا نشوف الرحلة سوا. كل حاجة بتبدأ من محطة التوليد. جوا المحطة توربين عملاق بيلف بسرعة عالية، مدفوع ببخار مغلي أو 100 منهم مرة. اللف ده بيحرك ملفات نحاس جوا مجال مغناطيسي قوي بين قطبين شمال وجنوب. الحركة الكهرباء اللي بتخرج من المولد بجهد عادة حوالي 11 ل 25 ألف فولت. هنا يأتي دور أول نوع من المحولات، ويسمى محول رفع الجهد. وظيفته أن يأخذ الجهد البسيط الخارج من المولد ويرفعه بشكل كبير جدا إلى مستوى لحوالي 400 ألف فولت. في هذا المشهد سنرى محول رفع الجهد متصلا مباشرة بمحطة التوليد، يرفع الطاقة استعداداً لمرحلة النقل الطويلة. كلما كان الجهد أعلى، كلما كان الفقد في الطاقة عبر الأسلاك أقل. وهذا هو سر نجاح نقل الكهرباء لمسافات بعيدة. الآن أصبحت الكهرباء جاهزة تماماً للسفر. تنتقل عبر خطوط الضغط العالي الممتدة فوق الأبراج المعدنية العملاقة، عابرة الصحاري والجبال، بجهد يصل إلى مئات آلاف الفولتات. هذه الخطوط تنقل الكهرباء لمسافات قد تتجاوز مئات الكيلومترات من محطة التوليد وحتى أطراف المدن. لكن ما لا ينتبه إليه كثيرون أن هذه الأبراج تحتاج إلى صيانة مستمرة. فنيون متخصصون يتسلقون هذه الأبراج على ارتفاعات شاهقة، وأحياناً وهي لا تزال تعمل بجهد عال جدا. عند أطراف المدينة تصل الكهرباء إلى محطة التحويل الرئيسية. هنا يأتي دور النوع الثاني من المحولات، ويسمى محول خفض الجهد. وظيفته عكس الأول تماماً، يأخذ الجهد العالي جداً الذي كان مناسباً للسفر ويخفضه تدريجياً إلى مستوى أكثر أماناً، يتراوح عادة بين 11 ألف فولت و 33 ألف فولت. وهذا هو المستوى المناسب للتوزيع على المدن. في هذا المشهد سنرى محطة التحويل بمحولاتها الكبيرة محاطة بأسوار ولافتات تحذيرية، لأن الجهد لا يزال عالياً بما يكفي ليكون خطراً على غير المتخصصين. من محطة التحويل تنتقل الكهرباء إلى شبكة أصغر عبر أعمدة الكهرباء المنتشرة في الشوارع. وعلى العمود القريب من منزلك يوجد النوع الثالث من المحولات، ويسمى محول التوزيع، وهو المحول الصغير المعلق على عمود الكهرباء في شارعك. وظيفته أن يأخذ الجهد المتوسط ويخفضه للمرة الأخيرة إلى مستوى الاستخدام المنزلي العادي، والذي يبلغ حوالي 220 فولتاً في معظم الدول. بعد هذا المحول مباشرة تصل الكهرباء إلى عداد الكهرباء المعلق على حائط منزلك، والمعروفة بلوحة القواطع. هذه اللوحة توزع التيار على كل غرفة وكل جهاز بشكل آمن ومتحكم فيه. وفي هذه اللحظة الكهرباء التي بدأت رحلتها بجهد 20 ألف فولت في المحطة، ثم ارتفعت إلى 500 ألف فولت للسفر، ثم انخفضت تدريجياً حتى وصلت إلى 220 فولتاً فقط، تصل إليك أخيراً. تضغط على المفتاح ويضيء المصباح. رحلة معقدة جداً مرت بثلاثة أنواع من المحولات، خلصتها لحظة بسيطة تعيشها كل يوم دون أن تفكر فيها. لكن خلف هذه اللحظة البسيطة يقف آلاف من العمال والمهندسين يعملون في واحدة من أخطر المهن في العالم. مهندسو الكهرباء وفنيو الصيانة يتعاملون يومياً مع جهد قد يكون قاتلاً في أجزاء من الثانية، ويعملون في ظروف صعبة على ارتفاعات عالية، وأحياناً وسط عواصف أو ظروف جوية قاسية، حتى لا ينطفئ المصباح الذي في غرفتك أبداً. في المرة القادمة التي تضغط فيها على المفتاح، تذكر أن هناك أشخاصاً يخاطرون بحياتهم كل يوم حتى تحدث هذه اللحظة البسيطة بأمان.